تعالوا شوفوا البلوه اللي احنا فيها. بقول لك ايه يا عم ابو لبن، لو انت مش عاجبك اللبن المصري ورينا شطارتك، طلع صدرك ورضعهم انت، ولا انت اللبن عندك قاطع؟ نبعت لك في العربيات اللي بتيجي قدام المعبر حلاوه، نبعت لك حلبه. ما انت المشكله لو بتتغذى كويس من اكل حلال وفلوس حلال كان اللبن اللي في صدرك ما نشفش. اصلها مش ناقصه قله اصل ولا جحود، عشان يا حيلتها اللبن والاسمنت مصريين، يعني بنبني البنيان وبنبني الانسان، ويجي واحد حيوان يشكك في اللي مصر بتعمله. الظاهر كده ان في ناس محتاجه ازاله واعاده تربيه عشان تعرف هي مين مصر. الفيديو ده للناس اللي بتنسى والعيال المأجوره اللي بيتاخدوا جوه الجوره، اللي فاكره ان كتر العطاء خيبه. لا يا حبيبي، من الواضح كده ان كتر العطاء مع ناس معينه بيعلم الجحود للي اصله واطي. ودلوقتي هفرجكم مصر بالمنطق وبالارقام عملت ايه، وليه الهجوم ده زاد بالذات وقت ما جيشنا كان بيسخن على الحدود. اجهز يا بطل عشان الكلام النهارده بالكهرباء. يطلع لك واحد يا سيدي جاسوس بلسان طويل وبلسان اخرائيل ومهروش، وفي الوقت ده بالذات بعد مناورة بدر اللي حرقت قلبهم وطلع بيهاجم اللجنه المصريه وبيشكك في دورنا. اخص على قله الاصل يا اخي، ده انت لو عندك ريحه الدم كنت اتكسفت من اللي بتقوله ده، وكنت اتكسفت من ربنا، من نعمه ربنا اللي دلقتها على الارض، اللي ان شاء الله هتزول من وش اللي خلفوه. مصر والمصريين شايلين اكتر من 80% من مساعدات القطاع، يعني احنا بنقطع من لقمه عيالنا ومن لبن اطفالنا عشان نوصله لاخواتنا. يجي واحد جاحد واللي زي ده مش محسوب على اهل غزه المحترمين ويجي يقل ادبه. وبعدين هم مين اللي معرضين؟ المصريين معرضين، اللي واقفين لك في مشاكلك وانت حاطط ايدك في طيبه قلبك. ده انت اخرك تمد ايدك لليهود عشان تاخد منهم كام تشيكل، عشان تطلع زي الكلب في فيديو وتنبح على اسيادك. احنا يا اخويا عمرنا ما كنا معرضين لا للكيان عشان مأجورين ولا على حساب ارضنا يا ابو لبن. اهو انت اللي زيك شكله رادع من كابتن قيله. اللجنه المصريه يا ابو لبن بتسهر وبتخاطر عشان توصل الامانه، يقوم الرد بتاعك يكون شتيمه. ايه يالا البجاحه دي يالا؟ شحات وعايز يعيش فينه يا وسخ. ده الشريف والمنصف عارف مين اللي بجد سنده وقت ما كله بيكتفي بالشعارات والبوستات والحظاظات. وعشان اللي ذاكرته ضعيفه زي سمكه الزينه نفكروا بقى سنه 2021 ال 500 مليون دولار اللي مصر خصصتهم ما كانوش على ورق يا ابو لبن، دي كانت ملحمه. مصر دخلت بمعداتها وبمهندسينها وبشواكشها، شلنا الركام بايدينا وبنينا مدن كامله وبالمواصفات بتاعه دار مصر. مدينه 6 اكتوبر في جباليا، مدينه العاشر من رمضان في بيت لاهيا، مدينه برجيل في الزهراء، 2500 وحده سكنيه والشقه 115 متر، يعني سكن ادمي محترم مش خيم. ده غير الكباري اللي اول مره غزه تشوفها، الشجاعيه والسرايا، وكورنيش مصر اللي بقى لوحه فنيه. مصر بتبعت خرسانه واسمنت مش بتبعت هوا. ده غير الاف العربيات اللي قصاد المعبر اللي مليانه من خيرات ربنا. خد بقى الكبيره، ليه الهجوم ده زاد دلوقتي؟ وليه الجواسيس بداوا يطلعوا من تحت الارض؟ وليه الفيديوهات الحقيره دي بالذات ما ظهرتش غير لما الجيش المصري بيعمل تدريبات ومناورات على الحدود مع العدو؟ اقول لك انا بقى، العدو شاف ان مصر بقت تقيله قوي عليه، يعني ممكن تفشخه في اي لحظه، وبدات تسيطر هندسيا وبتبني مدن وكباري، فحطوا في دماغهم ان مخطط التهجير خلاص فشل. هنعمل ايه؟ نجيب ابو لبن ويبقى واحد من اهل القضيه عشان ما حدش يشك في حاجه، ونطلعه ينبح زي الكلب ويرمي علب اللبن في الارض بتاعت الاطفال عشان الناس تتعاطف ويحصل فتنه كبيره بين الشعب المصري والشعب الغزاوي اللي هم في الاصل اخواتنا، والناس اللي شبيه ابو لبن دول ما يمثلوناش في حاجه. فملف التهجير ده يا حبايب قلبي ده تلفه وتحطه في طيبة قلبك. فأسهل طريقة لضرب المشروع إيه؟ تشويه صورة مصر بعلبة لبن. من مين؟ من أبو لبن اللي لو طلع صدره بره الكلاب هتيجي ترضع منه. كل ده عشان يقطع الشريان الوحيد العلاقة الجميلة بين مصر وغزة. العدو عايزنا نكره بعض عشان يصفي القضية، وده معناه إيه؟ إن مصر هي أقوى حد واقف في ظهر القضية. فإسرائيل بتتذاكى عايزة تصفي القضية من غير ما تضرب طلقة واحدة، بس الحمد لله إحنا أوعى من
كده، واللي بيقبض عشان يشتم اخرته معروفه. معرض زي ابو لبن. مصر لما بتحب تأدب وتربي بتأدب العملاء والخونه، لكن بتفضل الايد اللي بتبني وبتعالج هي اللي باينه على الارض. غزه فيها اهلنا واخواتنا وهتتعمر بايد مصريه، وابو لبن يعوي والقافله تسير. مصر كبيره وهتفضل هي السند مهما كان جحود القله المأجوره. فتحيا مصر بجد، وتحيه لكل مهندس وعامل مصري شايل شاكوش في ايده وروحه في الايد التانيه. احنا بنبني الامل، والجاحد زي ابو لبن ملوش مكان وسطنا. سلام يا ابطال، وتحياتي لاهل غزه المحترمين ولاد الاصول. وشيروا الفيديو عشان الكل يرضع، علشان الكل يشوف. ويلا افتمها له، شيروها له.